بسم الله الرحمن الرحيم. حبايب قلبي، عاملين ايه؟ ازيكم؟ ازاي كل واحدة فينا؟ انا النهاردة عايزة اتكلم معاكم، اتكلم مع الست المصرية، انتي وانا وزميلتي وصاحبتي وجارتي. انا عارفة الظروف اللي احنا بنمر بيها كلنا ظروف صعبة جدا، وانا مش جاية اتكلم على ظروف اقتصادية ولا على حالة سياسية. انا جاية اكلمك واكلمني واكلم كل ست مصرية. احنا ازاي نقدر ان احنا نمشي حياتنا اليومية بقدر المستطاع على قد ما اللي في ايدينا. صدقيني، الغلا والتعب صايبنا كلنا، سواء كانت طبقة فقيرة، طبقة متوسطة، طبقة غنية، كل الناس تعبانة. وانا مش هناقش الموضوع ده خالص، انا هناقش بيتي وبيتك وبيت كل واحدة فينا. احنا عايزين نشوف اليوم بتاعنا، وهتلاقيني قدمتلك نصايح حلوة قوي، يا ريت تستفيدي منها. ازاي تستخدميها في بيتك وفي مطبخك علشان خاطر تمشي حياتك. عايزين بس اهم حاجة نبدأ يومنا من بدري، يعني البكور يا جماعة. اللهم بارك لأمتي في البكور، وده قول الرسول صلى الله عليه وسلم. عايزين دايما نبدأ يومنا من الفجر. أرجوكوا بلاش السهر بالليل واللي بينزع البركة من بيوتنا. احنا عايزين القليل يكفي. يا ريت انتي حتى ابدأي بنفسك كست البيت. ابدأي اصحي، صلي الفجر واقعدي شوية بعد صلاة الفجر. اقري حتى صفحة قرآن واستغفري. وحتى لو نمتي تاني، بس انتي تاخدي تشهدي توزيع الارزاق بتاع البكور وبتاع الفجر اللي بعد الفجر. يمكن ربنا يدخل البركة على البيت ويحفظ ولادك ويكفي ويجعل البركة في ايدك. التسبيح والاستغفار وصيتي ليكي بالاستغفار. طول ما انتي واقفة في المطبخ حاولي تستغفري وتصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. وادعي، ادعي لنفسك وادعي لولادك وادعي لبيتك وادعي لبلدك. يمكن ربنا يفرجها علينا جميعا ويفكها علينا جميعا. وصدقيني كلنا تعبانين. انا مش جاية ازايد عليكي ولا على غيرك ولا على اي حد. انا جاية اقول احنا كلنا مع بعض، كلنا تعبانين، وكلنا ان شاء الله هنعدي الازمة باذن الله زي ما هتكون، بس هنعدي باذن الله. بيوتنا لازم تستمر مفتوحة، البركة لازم تبقى جوه بيوتنا. نحاول كل واحدة تمشي بيتها على قد اللي معاها. هديكي بعض النصايح ان انت ممكن تستخدميها خلال يومك. اهم حاجة يا جماعة زي ما قلنا الاستغفار. طول ما انت واقفة في المطبخ حاولي تستغفري. طبعا انا عايزة ابدأ معاكي واقول لك من اول الفطار. احنا عايزين يا جماعة مفيش حاجة اسمها اروح اشتري ب5 جنيه فول حبة صغيرين مفسفسين، ولا الطعمية او الفلافل اللي هي ب2 جنيه وب3 جنيه وب4 جنيه. مفيش الكلام ده يا جماعة. مفيش ان انا اروح اشتري فطار ب50 جنيه. ما ينفعش يا جماعة، ما ينفعش. الست المصرية معروف طول عمرها ان هي ست دبرة وبتعرف تمشي بيتها بالقليل قبل الكتير. لازم تلجئي انك انت تعملي كل شيء في البيت. خلاص ننسى بقى الشراء. احنا ننسى الشراء. اولا هنحارب التجار وهنحارب اصحاب المحلات، هنحاربهم بالمنظر ده. نخليهم ونجبرهم ان هم يرخصوا ويعملوا عروض على كل حاجة لما انا اعمل كل حاجتي في البيت. احنا عايزين نرجع نعمل الفلافل او الطعمية في البيت. تجيبي الفول المدشوش، نص كيلو الفول المدشوش هيعمل لك 3 اكلات، 3 فطار، 3 فطار. حبة نص كيلو الفول هتدمسيه هيكفيكي 3 4 ايام. حتى الجبنة استغني عن الجبنة التركي، استغني عن الجبنة البيضاء، استغني عن الجبنة الحمراء، استغني عن اللانشون وعن الحاجات دي كلها، استغني عنهم. هاتي جبنة، هاتي لبن واعملي جبنة قريش. هاتي جبنة قريش. معرفتيش تعملي جبنة قريش في البيت، هاتي جبنة قريش. السوشيال ميديا مغرقة الدنيا، الفيديوهات كلها على اليوتيوب.
وانا ان شاء الله هعمل فيديو في اليوتيوب برضو، هعمله عن الجبنه القريش. اعملي الجبنه القريش في البيت، وطلعي من القشطه اعملي حته سمنه بلدي. يبقى انت جبتي ال2 كيلو لبن واستفدتي منهم قد كده. نبدأ يا جماعة نستخدم حاجتنا بالراحة. احنا نقدر نعمل السمنة، نجيب السمنة، نجيب سمنة هولندي اللي هي السمنة العادية، وهنحط عليها لبن وهنعملها على النار، هتطلع زبدة. نقدر ان احنا حتى لو اشتريتي حتة زبدة استخدميها بالراحة، استخدمي حتة زبدة مع نقطتين زيت. ده بالنسبة للفطار. بالنسبة للغدا، احنا مش هنقول رجول فراخ ولا الكلام الفاضي ده. اللي عايز ياكل ربنا يحلل له زاده. لكن انت دلوقتي جبتي الفرخة هاتي فرخة ماشي. الفرخة خلي بتاع الفراخ يطلع لك الصدور لوحدها، وخدي الهيكل برضو ما تسيبهوش، دي زكي بيه، صدقي بيه على اي غلبان، يمكن هو يسلقه وياخد شربته او ياكله. وخدي الوراك، قسمي الوركين على 4، اعملي بيهم صينية بطاطس تكفيكي يومين. هاتي الصدور اللي فوق دي، خدي كل الصدور انت اعمليها بانيه. ليه تروحي تشتري الكيلو البانيه ب 130 ولا ب 150 ولا تجيبي نص كيلو حتى؟ انت فرخه وممكن تعملي منها كذا اكله. يعني خدي صدر الفراخ، خدي صدر الفراخ وقطعيه اعمليها بانيه، اعملي برضو من جزء منها حتت صغيره واعمليها في قلب الرز. يبقى رز بالفراخ مع شويه رز مع شويه بزله وجزر في قلب الرز، بقيت حله رز بالبزله والجزر والفراخ. يعني انت تقدري من الفرخه اعملي كذا حاجه من الفرخه. طلعي الوركين بتوع الفرخه قسميهم على 4، اعملي منهم صينيه بطاطس تكفيكي يومين. هاتي نص كيلو اللحمة، شوفي هتجيبي لحمتك منين، ربنا يحلل لكل من كان زاده. نص كيلو اللحمة اعمليها، امسكيها عصجيها على النار ببصل كتير، حطي 3 4 بصلات، قطعي عليها قرنين فلفل اخضر، قرنين فلفل احمر، طماطمايه، كتريها هتلاقيها كترت كده وملت الحله بتاعتك. واعملي منها اكلتين، اعملي منها طاجن بطاطس، اعملي منها طاجن مسقعه، طاجن كوسه، اعملي مكرونه باللحمه المعصجه. ممكن تطلعي من نص كيلو اللحمه كذا اكله. اعملي الحاجات الموفره دي، نجيب لولادنا مش منجيبش. بس بدل ما احنا كنا بناكل كيلو ناكل نص، بدل ما كنا بناكل نص ناكل ربع. لازم نحاول ان احنا نمشي بيوتنا. لازم وكمان الاستغفار طول ما انت واقفة. الاستغفار، يمكن ربنا يزيح عننا الغمة، يمكن ربنا يبعت لنا البركة، يمكن ربنا يغفر ذنوبنا. ما هو ربنا لازم يكون سلط علينا، هو ده تسليطة من ربنا، لأن كل شيء تحت بصر ربنا. كل شيء تحت بصر ربنا. اللي احنا فيه واللي مصر فيه احنا نستاهله، وتحت بصر ربنا. وربنا وحده بالاستغفار قادر يرفع كل ده عننا. والاستغفار هيبدأ منك انت كست. البركة هتبدأ مننا احنا الستات. الفسق والفجور ملا الشوارع. نخلي بالنا من ولادنا يا جماعة، نخلي بالنا من ولادنا، نربي ولادنا كويس، نعلمهم الحرام والصح والغلط، نخليهم يصلوا. نرجع تاني نملى الجوامع ونصلي، نصحى نصلي الفجر. خلوا ولادكم توفري في النور، بدل ما طول الليل ولادك سهرانين. بعد صلاة العشاء الساعة 10 بالكتير كله ينام. وفرتي في الكهرباء، وفرتي في الكهرباء وكسبتي ثواب. هيصحوا بدري يصلوا، هيصحوا بدري البكور. يعني البكور، اللهم بارك لأمتي في البكور. الصدقة ثم الصدقة ثم الصدقة. تصدقوا يا جماعة، تصدقوا. الصدقة، اوعي تفتكري ال10 جنيه اللي في بوكك او ال5 جنيه او ال20 جنيه اللي في بوكك دي لو طلعتي منها جنيه 2 جنيه مش هيزيدوا. لا، انت الباقي الفلوس هتزيد. ربنا كفاية يا جماعة البركة، يا جماعة البركة. ممكن بيوت كتيرة قوي بتمشي ب2000 جنيه في الشهر، وفي بيوت ب20 و30 ألف جنيه مش عارفة تمشي، وبتستغرب البيت أبو 2000 جنيه ده مشي ازاي. البركة، البركة يا جماعة. البركة هتيجي من الصدقة. نتصدق، نتصدق. أولا بلاش نشتري هدوم، بلاش نشتري هدوم. أولا وفرنا،
ثانيا حاربنا المحلات اللي بتغلي وحاربنا الشركات اللي بتغلي. مفيش داعي، مفيش داعي السنة دي خالص في الجو اللي احنا فيه ده، مفيش داعي خالص نشتري حاجة جديدة. اللي عندنا نقدر نطلعه نظبطه ونلبسه السنة دي. حاجة عندك مستغنية عنها اديها للغلبان، السقعان، اللي مش قادر. بطانية عندك قديمة اديها، جاكيت عندك قديم اديه الغلبان. معرفتيش غلبان في الجمعيات الخيرية كتير، لكن احنا لازم نتصدق. في الوضع اللي احنا فيه ده لازم نتصدق. الصدقة فقط هي اللي هتجيب لنا البركة. الصدقة فقط هي اللي هتخلي الباقي اللي في ايديكي هو اللي فيه بركة. مش ان احنا نفضل نصرخ ونقول الحقونا، مفيش حاجة مكفيانا. لازم نرجع لربنا شوية، لازم حقيقي نرجع لربنا شوية. يعني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. لكن احنا لازم نتصدق. في الوضع اللي احنا فيه ده لازم نتصدق. الصدقة فقط هي اللي هتجيب لنا البركة. الصدقة فقط هي اللي هتخلي الباقي اللي في ايديكي هو اللي فيه بركة. مش ان احنا نفضل نصرخ ونقول الحقونا، مفيش حاجة مكفيانا. لازم نرجع لربنا شوية، لازم حقيقي نرجع لربنا شوية. يعني انا مش قادرة اقول كلام تاني اكتر من كده. بس صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه. يبقى احنا يا جماعة البركة هتيجي من الصدقة والاستغفار. تصدقوا 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 واستغفروا كتير طول ما انت واقفة في المطبخ. حاولي اللي ما كانش ليه عايزة بلاش تستخدميه وبلاش تشتريه. حاولي ان انت بأقل شيء اعملي كذا أكلة. في اكلات كتيره من غير ممكن ناكلها من غير لحمه ومن غير فراخ. البطاطس قللي شويه الزيت اللي بتحمريهم فيه، بلاش تحمري البطاطس، بلاش تحمريها. قطعي البطاطس صوابع بحبه، بحته توم وشويه نقطتين زيت وكمون وملح. اتعمل الصينيه تحفه في منتهى الجمال، ممكن الولاد يتعشوا بيها. دي برضو حاجه كويسه. ممكن يعني في حاجات كتيره جدا ممكن تفكري فيها تتعمل. انا عارفه ان العدس غلي والفول غلي وكل حاجه غليت، بس احنا ممكن برضو نقلل الكميه بدل ما كنا بنكتر. تاني حاجه يا جماعه، الاكل الطبيخ. الخضار لازم تطبخي. الطبخه تكفي يومين على طول. الطبخه تكفي يومين، سواء كانت على كيلو لحمه، على نص لحمه، على ربع لحمه. تكفي يومين، واللي يفضل تجيبي العلب البلاستيك اللي هي بغطا او الاكياس وتحطي اللي يفضل وتعملي يوم للبواقي. اوعي ترمي حاجة، اوعي ترمي حاجة، اعملي على القد واللي يفضل يتشال. بالمنظر ده هتلاقي الدنيا مشيت معاكي، وان شاء الله هتبقى هتبقى ماشية كويس وهتبقى كويسة قوي. ويا رب يكون الفيديو ده عجبكم، يا رب تكونوا استفدتوا معايا من الكلام. وطبعا انا مش بزايد على اي حد خالص، انا عارفة ان كل الناس احسن مني مليون مرة. بس يعني اللي عنده حاجة ممكن يفيد التاني بيها بيقولها، يمكن ان احنا ننفع بعض. واشكركم لو سمعتوني ولو وصلتوا لغاية اخر الفيديو. يا ريت تعملوا لي لايك واشتراك في القناة اللي مش مشترك، وتفعلوا زر الجرس على اللون الاسود وعلشان يوصلكم مني كل جديد، وتشرفوني تتفرجوا على فيديوهاتي. وكل سنة وانتم طيبين.